واحد بيقول: طلبت اوبر، فوانا بركب بقول للسواق سلام عليك، ولقيته مردش. قلت مش مشكلة، اكيد مش مركز. فبعد شوية بستأذنه يرفع الشباك لان اللوك عندي كان مقفول، فلقيته لف دماغه وبرضه مردش. قلت يمكن مركز مع الموبايل، مش اشكال، كده كده الطريق قصير. وانا بنزل قلت له تمام هنزل هنا، فلقيته شاور بس. سبحان الله، لفت انتباهي في الاخر خالص انه مركب سماعة في ودانه. ربنا يشفيه ويعافيه ويؤجره. انا عينيا دمعت والله. فعليت صوتي اكتر وشكرته على تعبه، فسمع وقال لي عفوا، انا ما عملتش حاجة. سبحان الله، دايما لما بنعرف السبب بنرحم بعض، بنتقبل التصرفات وبنفهم المواقف اكتر. يمكن دي حاجة عرفت ان اشوفها، بس اكيد في حاجات كتير مش لازم نشوفها بعينيها عشان نفهم ونراعي بعض. واحيانا مش لازم نفهم، بس نعذر. اذا بلغك عن اخيك شيئا فالتمس له عذرا، فان لم تجد له عذر فقل لعله له عذرا. الرحمة حلوة، وإن بعض الظن إثم. سلام.